إذا كنا نطبق نظرية إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا كان ترومان استغنى بعنده 17,000 كيلو جرام من الTNT أطلق على هيروشيما، ما الذي يقول بوتين عن نفسه الذي لديه ذا ساتان نمبر 2، الشيطان رقم 2، القنبلة التي تزن كم، أو التي قدرتها التفجيرية كم؟ 50 ميجا طن. يعني تبعت هيروشيما تعتبر لعبة. 50 ميجا طن، عارف يعني 50 ميجا طن؟ 50 ميجا طن، مش هيك؟ القنبلة هذه اللي هي الشيطان رقم 2 فجرها الاتحاد السوفيتي أول مرة في 1964، ويعني صدموا لحجم التفجير المخيف الذي وقع، لدرجة أنه بقيت آثاره إلى يومنا هذا طبعا في منطقة التجربة اللي صارت فيها. ومع هذا كانت القنبلة نفسها مهيئة في ذلك الوقت للاختبار من دون الإشعاع، يعني ما كان المقصود أن تحقق إشعاع، لكن إلى اليوم ما زالت تعاني مناطق هائلة جدا من الشمال، قطب الشمال. لكن انتبه، اليوم روسيا لديها على الأقل 100 قنبلة منها 50 ميجا طن لتفجير الكرة الأرضية وإحالتها إلى ما يشبه المريخ. أنت لا تحتاج إلى أكثر من 100 رأس نووي فقط. روسيا تمتلك بالضبط 6000، بالضبط إذا بدك الرقم الصحيح 5980 رأس نووي. أمريكا تمتلك أقل من ذلك يعني بقليل. بريطانيا، فرنسا، الصين أيضا تمتلك هذا السلاح بكميات يعني بالمئات. العالم لا يحتاج إلى 15,000 رأس نووي الموجودة عالميا الآن. احنا عندنا 15,000 رأس نووي عند 9 دول في العالم من بينها إسرائيل. 15,000 رأس نووي. العالم يحتاج إلى 100 رأس نووي فقط من عيار 1.2 ميجا طن. إذا أطلقنا 50 ميجا طن ما بنحتاج بعد ذلك الأخريات، لأن 50 ميجا طن عندها قدرة أن تدمر بشكل مباشر 1000 ميل دائرة بقطر 1000 ميل، يعني بمعنى تدمر معظم أوروبا. ثم والأخطر من هذا مش أنك تدمر معظم أوروبا، أنك تنتقل إلى مرحلة ثانية اللي مرحلة الإشعاع التي تقتل برضو مئات الملايين من البشر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الشتاء النووي الذي ينهي الوجود الأرضي كاملا، بمعنى أنه لسنوات طويلة تغيب الشمس، لا يصبح هناك طعام، لا يصبح هناك أكسجين باعتبار أن الشجر يموت والحيوانات تموت والإنسان يموت. إذا بقي إنسان سيبقى في كهوف بعيدة في الأرجنتين، في جنوب أفريقيا، في أماكن أخرى مهجورة بعيدة جدا عن هذا الشتاء النووي، ويكونوا بكمية. ولذلك قال أينشتاين: أنا لا أعرف كيف سيقاتل الناس الحرب العالمية الثالثة، لكن أنا أعرف أن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالحجارة والعصي، لأنه هذه قنابل لا يمكن إلا العقل المريض أن يتخيل ضرورة امتلاكها، لأنه المشكلة فيها أنه أنت عندما تستخدمها أنت تحكم على نفسك بالموت أيضا. هي أسلحة انتحارية. لذلك أنا أسميت عنوان هذه المحاضرة الحرب العالمية الثالثة ونهاية التاريخ، لأنها خلافا لأي حرب سابقة الجغرافيا موجودة والإنسان موجود والتاريخ مستمر في الجغرافيا، إلا إذا استخدم السلاح النووي. الجغرافيا ستبقى عارية من الحياة والإنسان سينتهي والتاريخ سيتوقف، وهكذا بكون أنهينا المهمة ووصلنا إلى أن أفسدنا في الأرض وسفكنا الدماء، بالضبط كما تحدثت الملائكة في لحظة ما عن إمكانية أن يحدث لنا. طيب، هل هذا الكلام ممكن أو غير ممكن؟ لماذا؟ يعني كيف في عقل عمل هيك؟ يعني شو هالعقل المريض اللي خلى الإنسان يستخدم السلاح؟ شوف، الحجة الأولى، أنا برأيي أن الحجة الأولى أن الإنسان الغربي بطبعه يريد أن يتملك القوة المطلقة، أن يتأله، والسلاح النووي شكل من أشكال التأله حتى وإن كان فيه التدمير الذاتي. لكن أنا قادر على أن أدمر الوجود، أنا بعمل يوم القيامة، ليش استنى؟ هاي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أنه هم التبرير السياسي والأخلاقي كان أنه والله يا جماعة لما يكون عندي سلاح نووي ما حد حيرفع راسه أصلا، بالتالي بتنتهي الحروب، أنا بصبح السيد المطاع والكل برد علي. طب لما صار عند الاتحاد السوفيتي، طب لما صار عند بريطانيا، صار عند فرنسا، صار عند الصين، صار عند كوريا الشمالية، وصار عند إسرائيل، وصار إيه؟
الدنيا كلها صار عندها سلاح نووي. طيب مين السيد المطاع في هذه الحالة؟ أنا بطلت السيد المطاع، بطل السلاح النووي أفضلية.